احنا دايما بنسمع وبنشوف او بندور على افضل الموبايلات، او مثلا بنشوف ترشيحات لافضل الموبايلات بسعر معين، او افضل موبايل من حيث اداء، او وليكن اكتر موبايل بيحقق قيمه مقابل السعر. ولكن في موبايلات ما عملتش كل الكلام ده، فبدل ما كانت هتنزل علشان تكون طفره، تحولت الموبايلات دي لاسوأ الموبايلات. فانا جايلك النهارده علشان اعرفك افشل 10 سمارت فونز نزلوا في الفتره الاخيره، واللي خيبت امال المستخدمين ان كان في التصميم او الاداء او القيمه مقابل السعر، او كمان بيكون فيها مشكله تقنيه. فهل انت بقى معاك موبايل من الموبايلات دي وانت موافقني اصلا في رايي في التصنيف ده ولا لا؟ قول لي بقى كل الكلام ده تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا نبدا في الفيديو. الموبايل العاشر وهو سامسونج جالاكسي فولد. الموبايل ده كان عامة هو أول موبايل ينزل بشاشة فولدبل، واللي كان متوقع إن هو هيكون ثورة في عالم الموبايلات، ولكن اللي حصل كان عكس ده تمام. فالموبايل كان جاي بشاشة ضعيفة جدا وموجود عليها سكرين بروتكتور، لو السكرين دي اتشالت الشاشة باظت، لأن ده جزء أصلا من الشاشة. وكمان الهنج بتاع الموبايل كان ضعيف جدا، أو المفصلة اللي بتفتح الموبايل، والبطارية كانت سيئة جدا هي والكاميرا الأمامية. والموبايل اللي أنا بكلمك عنه ده ما كانش رخيص تماما، الموبايل ده كان ب 2000 دولار وما حققش أي نجاح خالص، وكمان اتعرض للانتقاد من المستخدمين ومن الخبراء. الموبايل التاسع هو LG G5. الموبايل ده كان محاولة من LG ان هي تعمل موبايل كاستمايزد، يعني تقدر تشيل جزء في الموبايل وتغيره. فانت كنت تقدر تشيل جزء من الموبايل وتبدله بحاجه تانية، يعني تقدر تشيل الجزء ده وتحط مكانه مثلا بطاريه، بعدين تشيله وتحط مكانه كاميرا، بعدين تشيله وتحط مكانه سماعه. فطبعا دي فكره حلوه جدا، ولكن الفكره بقى عمليا ما كانتش ماشيه تمام، او ما كانتش حاجه اللي هو شغاله، يعني حاجه تنفع، حاجه تكون في ايد المستخدمين دايما. فالموبايل كان تصميمه وحش جدا، وكمان كانت الماتيريالز بتاعته رديئه، وكمان الاجزاء اللي بتتوصل ببعض طريقه التوصيل بتاعتها مش كانت كويسه. وده كده احنا بنتكلم على جزء الهاردوير. جزء السوفت وير الموبايل ما كانوش مهتمين بيه في السوفت وير تمام، لا بيوصلوا تحديثات ولا مهتمين اصلا بنظام السوفت وير بتاعه، فده كان حاطط الموبايل في جزء كده مهمل، فعلشان كده برضو الموبايل ده ما نجحش. الموبايل الثامن وهو جوجل بيكسل 4. الموبايل ده كان احدث موبايل من سلسله الجوجل بيكسل، واللي هي دايما سلسله معروف انها بتقدم لك اندرويد خام مع كاميرات متميزه جدا. ولكن الموبايل ده اخاب ظن الكثير، فجيب شاشه صغيره جدا وجيب بطاريه ضعيفه، ومستشعر التحكم بالحركه ما كانش افضل حاجه، ما كانش عملي اصلا. وكمان كان سعر الموبايل مرتفع جدا مقارنه بالمواصفات المتوسطه اللي هو بيقدمها، وما كانش بينافس الموبايلات اللي كانت في نفس فئته السعريه، وهو الايفون 11 والسامسونج اس 10. فعلشان كده برضو الموبايل ده دخل معانا في القائمه. الموبايل السابع وهو HTC U Ultra، وده كان فلاج شيب من شركه HTC، واللي كانت بتحاول ترجع مكانتها في عالم السمارت فونز. ولكن الموبايل ده ما كانش زي ما كانت الشركه بتأمل، فهو جاب تصميم ضخم وتقيل جدا، وكان جاي بازاز بيلم بصماته وخدوش، ما كانش محمي يعني. وده كمان كان فلاج شيب وما كانش مقاوم للماء والتراب، كانت البطاريه بتاعته صغيره جدا، وكمان الكاميرا الاماميه كانت سيئه، فعلشان كده برضو شرفنا في القائمه دي. الموبايل السادس هو من شركه سوني، وهو السوني اكسبيريا زد 5. ده كان برضو فلاج شيب بس من شركه سوني، واللي كانت عايزه تدخل بقلب جامد كده تنافس في الشركات التانيه زي سامسونج وهواوي وابل وكل الشركات اللي كانت مسيطره على السوق وما زالت مسيطره على السوق اللي عندها دلوقتي. ولكن الموبايل ده ما كانش قد التوقعات حتى، فهو جاب تصميم ممل ومتكرر في اكتر من موبايل، والماتيريالز بتاعته كمان كانت رخيصه، والشاشه كده كان فيها تشوهات، وزوايا الرؤيه فيها كانت ضيقه. الموبايل كمان كان بيعاني من ان حرارته بترتفع، وكمان اداؤه منخفض، ومشاكل كتير بقى في مستشعر البصمه وفي الكاميرات، ودي شركه سوني بتاعت الكاميرات اصلا، فعلشان كده ده برضه شرفنا في القائمه. الموبايل الخامس وهو بلاك بيري برايف، يا رب اكون نطقها صح. ده كان اول موبايل لبلاك بيري جاي بنظام الاندرويد، واللي كان جاي علشان يجذب الناس اللي بتحب لوحه المفاتيح اللي هي الكتابه، او اللي هي الفيزيائيه دي، اللوحه العمليه، فاهم؟ بس الموبايل ده ما كانش ناجح، فالتصميم بتاعه كان فيه كل حاجه ممكن تضايق، كان تصميم مش مريح اصلا. اولا انت عندك جزء الشاشه ده كان جزء فوق كده، والجزء اللي تحت هو جزء للكيبورد، وكمان الموبايل كان تقيل وكان سهل ان هو يقع من ايدك، كان بيتزحلق. ومش كده وبس، ده الكونتراست بتاع الشاشه كان ضايع خالص، والسطوع بتاعها منخفض، وعد عندك بقى مشاكل في الاداء وفي الحراره وفي البطاريه، وكمان سعر الموبايل كان غالي، فعلشان كده ده شرفنا في القائمه. يعني لو مش ده اللي شرفنا مين اللي هيشرف؟ الموبايل الرابع وهو نوكيا لوميا 1020، وده كان الفلاج شيب بتاع نوكيا، واللي كانت جايه علشان تثبت قدرتها وسط السمارت فونز. ولكن الموبايل ده مش هو اللي كان هيثبت نوكيا وسط السمارت فونز، علشان هو كان جاي بنظام ويندوز اللي بيفتقر للتطبيقات والمميزات والدعم. وعلى الرغم ان كان الموبايل ده جاي بكاميرا
41 ميجا بكسل، وده رقم مش قليل خالص، الا انها كانت تقيله وبطيئه كده وكمان بارزه، فما كانتش تقدر تنافس الموبايلات التانية. الموبايل الثالث وهو امازون فاير 4. الموبايل ده هو كان اول واخر موبايل من امازون، يعني هي عملته وخلاص، اللي هو احنا عملنا ده مش هنعمل تاني، واللي كان جه علشان يخلي لك موضوع الاونلاين شوبينج ده اسهل. بس الموبايل ده فشل ذريع، مش قلت لك اخر موبايل؟ فهو جاي بتصميم عادي خالص ومواصفات متواضعه جدا. مش كده وبس، ده كمان كان جاي ببطاريه ضعيفه وبنظام فاير او اس اللي كان نظام مشتق من الاندرويد، بس من غير بقى جوجل بلاي ولا خدمات جوجل ولا الكلام الفاضي ده كله. وكان الموبايل ده جاي بميزه اسمها الدايناميك برسبكتيف، ودي كانت ميزه بتخلي لك الاربع كاميرات الاماميه تتتبع حركه العين وتعمل لك شكل 3 دي كده، بس ما كانتش دقيقه، وكانت كمان بتضيع شحن البطاريه، وكمان كانت مزعجه كده، فاهم؟ فبرضه شرفنا ان هو يكون المركز الثالث في اسوأ الموبايلات. المركز الثاني وهو موتورولا ريزر 2019. الموبايل ده كان جاي علشان يعيد احياء الموتورولا ريزر، واللي كان جاي رمز للاناقه والتطوير في عصر الهواتف اللي بتتقفل دي. ولكن الموبايل ده ما كانش يعني على مستوى اسطوري، هو جيب شاشه فولدبل بس فيها تجاعيدات كده وفجوات في الشاشه، وكمان الموبايل كان بيطلع اصوات غريبه، ومواصفاته كانت متوسطه، بطاريه ضعيفه، كاميرا ضعيفه. الموبايل اللي احنا بنتكلم عنه ده مش ب $500، $700، ب $1500. عشان كده الموبايل ده ما حققش مبيعات يعتبر، وكمان وقفوا تصنيع الموبايل بعد اول سنه من نزوله. المركز الاول واللي هو هيكون مفاجاه لاغلب الناس وهو الايفون 4. الموبايل ده كان كالعاده فلاج شيب من ابل، واللي كان جاي بقى بتصميم جديد وفيس تايم وكاميرا اماميه وشاشه ريتنا، وكان شغل من الاخر. بس الموبايل ده كان فيه مشكله كبيره جدا، وهي مشكله الشبكه، لان الموبايل ده كان لما بتمسكه بطريقه معينه الشبكه ما بتوصلش للموبايل. وعلى الرغم ان ابل حاولت تحل المشكله ونزلت كفرات للموبايل مجانيه بتوزعها على المستخدمين اللي معاهم الايفون 4، او كمان انها تخليك تستبدل الموبايل او ترجع فلوسك، لكنها ما عرفتش ان في خلل في التصميم بتاع الموبايل، ولا حتى نزلت اعتذار رسمي للمستخدمين، ولا حتى حاولت انها تحلها في الاصدارات اللي بعد كده. وعلشان كده الموبايل ده شرفنا في المركز الاول من أسوأ 10 موبايلات نزلت، علشان هو طبعا من شركة أبل العملاقة في التكنولوجيا. وبس كده يا عم، احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو معاك أي موبايل من دول قول لي تحت في الكومنتات، ولو أنت موافقني في الرأي قول لي برضه تحت في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب، وأشوف وشك على خير.